السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررت ادي لنفسي فرصة ولفيت لفة على مسلسلات رمضان 26، والحقيقة المسلسلات كلها كانت جامدة جدا وكرياتيف، أداءات عالية وقصص مشوقة وتويستات تخليك واقف مبهور. المهم لسه بقول يا هادي، لقيت الفنان احمد العوضي مسمي مسلسله علي كلاي، والفنان محمد امام مسميه الكينج، والفنان مصطفى شعبان مسميه درش. قلت بس بدايه القصيده كفر، شكلنا كده داخلين على سواد. يا جدعان يا جدعان، هو لازم يعني الكينج والوحش والبص وعلي كلاي ومصطفى الفاجر وحمزه التنين، هو لازم فلان وحاجه جنبه يعني؟ بس هو طبعا لازم يفخم لك في البطل عشان يمهد لك لمشهد ال 12 13 واحد اللي هياكلوا منه علقه، والثلاث اربع ستات اللي هيدوبوا في ريحه عرقه ويتخانقوا عليه طول المسلسل. المهم قلبت القناه لقيت الفنان امير كرارة عامل دور ظابط، دور جديد برضه، ويسرا لوزي مكتئبه، وعمرو سعد بيعيط، ومي عمر بتتشحتف، والفنان ياسر جلال عامل دور جان والبنات بتحبه، والفنان خالد سليم قايم بدور سليم الانصاري في كلبش. يا صبر ايه يا ففهمت ليه الدول قايمه على بعض وعايزين يخلصوا على الكوكب، ما هو من اللي بيشوفوه في الدراما عندنا. هي يا باشا نفس كل حاجه، نفس التيمات، نفس القصص، نفس المشاهد، نفس الاماكن، احنا بس هنغير الاسم ونعدل البوستر بتاع المسلسل ويبقى كده فل قوي. المهم جهز طبق الكنافه، وبالمره وانت جاي اعمل لايك وسبسكرايب وخليك معايا للاخر عشان اعرفك ايه افضل اعمال بالنسبه لي في رمضان. نبدأ بالمسلسلات الشعبية، المسلسلات اللي بقت تحتل نصيب الأسد. وأول مسلسل معانا هو مسلسل بطل الشعب معشوق النساء الأول ملك التستوستيرون علي كلاي. الفنان أحمد العوضي بقاله 5 سنين واقع في فجوة زمنية، لدرجة إن لو عرضت لك أي مشهد ليه مش هتقدر تحدد هو من أنهي مسلسل بالظبط من مسلسلاته. العوضي كل سنة بيكرر نفس الشخصية بالملي، مع تغيير حاجتين بس، الاسم واللازمة اللي بيقولها. العوضي مش بيحضر لأي دور لأنه ما بيعتمدش حاجة، وما بيذاكرش الدور لأنه ببساطة هو المدرسة. خلاص بقى فنان، عرفنا انك البطل الشعبي ابن البلد السندالي الجامد الجدع الاصيل الفشيخ الرجوله، غير بقى. وطبعا كله كوم، والفنانه رحمه محسن كوم تاني. اتمنى فنانه تتكرمي على الاداء العالي ده وتعتزلي بقى وانت في قمه مجدك. مستحيل، الصوت ده مستحيل. نيجي بقى للفنان مصطفى شعبان، ملك السجع والقافيه في الدراما المصريه. الحقيقه الفنان مصطفى شعبان بيعمل حاجه مختلفه شويه، تقريبا هو بيحضر للمسلسل بينزل يلف على تكاتك وتريلات مصر ويجمع من عليهم الحكم المناسبه للمسلسل، وللمره ال19 بيمثل دور المظلوم المطحون المتهان اللي بيرجع ينتقم وياخد حقه. ما خلاص يا فنان، الحاجه بتجيب مع الناس مره واتنين وخلاص، كفايه بقى، عايزين نشوف جديد. نخش بقى على الكينج محمد امام. محمد امام عمره 41 سنه ولسه بيعمل دور الشاب الرياضي المكافح اللي لسه طالع للدنيا جديد، والدنيا جايه عليه ومش لاقي يدفع الايجار ولا يجوز اخواته، فغصب عنه بيدخل سكه الحرام وبيتلط مع عصابه اكبر منه، وبيفضل يلعبهم طول المسلسل وفي الاخر بينتصر عليهم. محمد امام بيكرر نفس المسلسل ده من 5 سنين تقريبا، وتحسه كده واخد خط انتاج حيواني شويه، يعني مره يعمل لنا لمع القط، ومره كوبرا، ومره النمر، والسنه الجايه يعمل لنا الاسد، واللي بعدها التمساح، وهي ماشيه. هو ليه يا جدعان اي بطل شعبي لازم يكون اسمه فخم يعني؟ فين محمد واحمد وعمر وخالد ومصطفى وعبد الله؟ لازم تلاقي رفاعي الدسوقي، الجرح ابو العباس، اعراب السويركي. هو لو ما كانش اسمه مركب ما ينفعش يعني؟ الواحد نفسه يشوف بطل شعبي بيشتغل عادي وعايش عادي وبيتكلم عادي وبيبص عادي ومش بيجعر ولا يصغر ولا ماشي رازف خلق الله، لا بيتاجر في الممنوعات ولا السلاح ولا الآثار. خش لي بقى يا ابني على نجوم ايجيبت اللي قرروا يتنازلوا ويشاركونا حياتنا الطبيعيه في المناطق الشعبيه. والله حلوه، فينك يا استاذ مصطفى؟ احمد مالك وهدى المفتي بيمثلوا واحد وواحده شعبيين جدا وبس. انت فاكرني هكمل واشرح واستفيض وكده؟ يا راجل كبر مخك. نيجي بقى للفنانه هند صبري، واللي تقريبا تقمصت روح حوريه في ابراهيم الابيض وبتكمل مسيره الكينج عبد الملك زرزور. مش حاسس باي فرق بين شخصيه غرام او مناعه وشخصيه حوريه. وبعدين هند صبري مع احترامي ليها كممثله، الا اني حاسس ان الدور ده ما كانش بتاعها نهائي. يعني غادة عبد الرازق مثلا كانت ممكن تاخد الشخصيه دي في حته تانية. كمان الفنان خالد سليم مش حاسس من ناحيته باي حاجه خالص، بغض النظر عن شنب سليم الانصاري ده اللي بقى موضه في السنين الاخيره، واي واحد يعمل دور ظابط لازم يربيه. المسلسل كانت احداثه رتيبه شويه وكان يطلع منه شغل احسن من كده لو كان الفنان خالد سليم حلق شنبه. نيجي للفنانه ياسمين عبد العزيز اللي تقريبا بقالها كذا سنه ماضي عقد احتكار مع واو العطف والفنان كريم فهمي، ونحب تاني ليه، وتقابل حبيب، وننسى اللي كان ونركز في اللي جاي. شفت الموضوع سهل ازاي؟ بس لاحظ حضرتك التصاعد في النسق. ايه يا فنانه رحله العذاب دي؟ وايه كميه الزعاق ده؟ وايه الافوره دي؟ وايه المبالغات دي؟ وبعدين خلاص يا فنانه ننوع بقى ونخرج من دايره الموف اون اللي مش هتخلص دي. وبعدين المسلسل باين قوي انه
اسقط على حد كده، يلا ملناش دعوه، خش لي بقى يا ابني على الست موناليزا. مي عمر مش قادره تخرج من عباءه جوزها محمد سامي، نفس جو البكا والشحتفه والصعبانيات. بحس الوهله ان مي عمر هي مصطفى شعبان الممثلات، لازم تطلع مظلومه ومقهوره والزمن جاي عليها. وبصراحه مش عارف ليه دايما حظها بيقع في الرجاله التوكسيك، من اول ناصر الدسوقي لحد حسن اللي منه لله، ما تعرفش سوء حظ ولا غباء من الاخرين. يلا نخش بقى على المسلسلات الكوميديه، ونبدا بالمسلسل اللي اول بس ما عرفت اسمه جالي رعشه في حجاب الحاجز. كلهم بيحبوا مودي. الفنان ياسر جلال كان معروف بالخط بتاعه، خط الاكشن والدراما. المهم السنه دي حب يغير من جلده، ويا ريته كان ساب جلده زي ما هو. انا بس اللي حاسس في نفسيتي ان الفنان ياسر جلال طلع اسمه مودي، مش راكبه خالص يا جدعان. ده غير ان القصه نفسها مستهلكه واتهرست كتير، كمان الكوميديا اللي فيها قديمه قوي. يعني المسلسل ده لو اتعمل في بدايه الالفينات مثلا كان ممكن يجيب مع الناس، وبالنسبه لياسر جلال اعتقد ان دي مش حتته خالص ولا ملعبه. وبعدين انا مش فاهم ليه معظم ابطال المسلسلات مفعلين وضع مرزوق في سلام يا صاحبي، اللي هو انا مفيش مره ما بتحبنيش، فتلاقي كل بطل مطلع حواليه 3 4 ستات بيتخانقوا عليه. ايه المبرر يعني؟ طب احنا هنستفاد ايه من ده؟ انتوا بتعايرونا عشان سناجل يعني؟ صعب قوي دي يا محمد، صعب قوي دي يا محمد. يا جماعه ارحمونا. خش لي يا ابني على المسلسل التاني. المسلسل التاني معانا هو فخر التالتة، تجربه يعتبر كويسه لاحمد رمزي، لكن مشكلته انه مش عارف يخرج من قالب الريلز والفيديوهات اللي بيعملها على السوشيال ميديا. كمان الكوميديا في المسلسل مش اللي هي يعني، القصه كان ممكن يطلع منها ضحكه اكتر من كده، وخصوصا ان رمزي موهوب ويقدر يقدم ده. بلس اني حاسس ان هو استعجل شويه على البطوله المطلقه، وتحس كده انه لا، كان لسه بدري على الخطوه دي. اما اللي يعتبر احسن عمل كمحاولات كوميديه هو مسلسل هي كيمياء، والحقيقه انا شايف ان اللي معلي المسلسل ده هو دياب اكتر من مصطفى غريب، ممثل جامد وتقيل بجد. كمان ميشيل ميلاد من الناس اللي هيبقى ليها مستقبل حلو جدا في الكوميديا. مصطفى غريب قدم الشخصيه كويس، بس برضه تحسه بيشتغل وهو مكسل شويه، كان ممكن يشتغل على ابعاد الشخصيه بطريقه افضل ويعمل لها كاركتر يعيش. قصه المسلسل يعتبر برضه مستهلكه، انت تحس انك جبت فيلم العار وفيلم الكيف وضربتهم في الخلاط، طلع لك المسلسل ده. بس هي المشكله اصلا ان هي كيمياء هو اعلى مسلسل كوميدي في رمضان، وده ان دل على شيء فهو يدل على ان الكوميديا عندنا بقت في ذمه الله. خش بقى على التقيل، وهي الاعمال الافضل في النص الاول من رمضان. اول عمل معانا هو مسلسل كان يا مكان، قصه واقعيه جدا وموجود زيها كتير في مجتمعنا، واكتر حاجه مميزه في كان يا مكان هي الحياديه. حقيقي السيناريو مدي لكل واحد حقه ومساحته بدون اي تحيز، من غير ما ننصر طرف على التاني. بس اللي يجننك اكتر ان اللي كاتبه المسلسل هي شيرين دياب، ورغم كده جايبه لك نموذج الست التوكسيك اللي بتخرب بيتها بايديها وبتسمع كلام امها وعماله تطعن في جوزها بدون اي مبرر. دراما اجتماعيه وانسانيه واسريه كتير بيعاني منها، وبيوت كتير بتتخرب بسببها. بجد شابوه لكل صناع العمل، وعلى رأسهم طبعا المبدع ماجد الكدواني. بس حابب بقى اوجه رسالة بسيطة للفنانة يسرا اللوزي، كفاية كآبة بقى يا فنانة، تعبتنا معاكي بقالك فترة والواحد اصلا فيه اللي مكفيه. المسلسل التاني اللي معانا هو عين سحرية. عين سحرية هو اقرب عمل متكامل في كل حاجة، القصة، الاداء، الاخراج، الموسيقى التصويرية، ثنائية عصام عمر وباسم سمرة، الاداء الاستثنائي للرائع محمد علاء. باسم سمرة تقيل قوي في المسلسل ده، عصام عمر جامد بس محتاج يغير من نوعيات ادواره شويه، وما يحبسش نفسه في زون معينه لانه موهبه يطلع منها كتير. المسلسل بقى التوب بالنسبه لي، واللي حقيقي اتظلم جدا لانه نزل في الموسم الرمضاني، هو مسلسل صحاب الارض. صحاب الارض هو عمل تاريخي بكل المقاييس، عمل للتوثيق، وكان مهم ان عمل زي كده يتم لان ساعات الدراما بتلعب دور كبير في تخليد القضايا التاريخيه. مسلسل واقعي ومؤلم بيسلط الضوء على قضيه العالم كله ساكت عنها. اختيار ممتاز للكاست اللي بيقدم القصه، اخراج عالي قوي من بيتر ميمي. اياد نصار بالنسبه لي هو افضل ممثل بلا منازع في كل مسلسلات رمضان. طبعا قصة المسلسل فوق التقييم ومش محتاجة كلام كتير، باختصار عمل للتاريخ وهيفضل عايش ويفكر العالم لو نسي. وبس يا سيدي، ده كان كل اللي معانا النهارده. وطبعا انا اتكلمت عن المسلسلات اللي اتفرجت عليها، وطبعا برضو دي وجهة نظري، يعني ممكن تختلف معايا عادي جدا. رمضان كريم يا صاحبي، اشوفك على خير، سلام.